اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في اديفيرس توكس. زي ما اتفقنا مع بعض ان كل حلقه يكون معانا خبير متخصص في موضوع من الموضوعات، سواء كانت ثقافيه، تعليميه، علميه، بزنس، في كل المجالات وكل التخصصات، حتى المجالات الاجتماعيه اللي بتلمس وبتخص كل البيوت اللي بتتفرج علينا. موضوعنا النهارده وضيفنا النهارده هو ضيف مميز، ضيف مختلف، ضيف انا شخصيا كل ما بقعد قصاده بحب ان انا يعني اقعد كده جلسه المتعلم للمعلم او للعالم الكبير اللي قاعد قصاده. ضيفنا هو الدكتور نور معروف. نور معروف هو واحد تنقل ما بين الانظمه الدوليه في التعليم، وهو خبير تربوي وخبير تعليمي ومتخصص في علوم اللغه، حتى وصل به الحال الى من الانظمه الدوليه الى اللغه العربيه. قصة قد تبدو غريبة، قد تبدو غير معتادة. الناس كلها بتروح للغات الأجنبية وهو ساب اللغات الأجنبية وراح للعربي، تخصص في العربي، وشايف ان العربي هو المنطلق اللي هننطلق منه إلى باقي العلوم والمعارف. برحب بالدكتور نور معروف. اهلا دكتور تامر. ازيك يا فندم؟ اهلا بيك. انا سعيد جدا ان انا مع حضرتك. انت دايما، انا دايما بقول لك انت استاذي وانا بتعلم منك. ارجوك وانا يعني ارجوك الحقيقه ان حضرتك رائد. الله يرفعك. وانا بقعد معاك علشان اكون سعيد. الله يسعدك. وملهم. الله يكرمك. وصادق. اسال الله لك القبول. اللهم يعني يرزقنا الصدق. اللهم امين. والقبول. السؤال اللي بيشغلني انا شخصيا وهيشغل كل الناس، عشان خاطر انا بقول لهم دكتور نور معروف هو اصلا بتاع انجليزي، واشتغل في الاي بي سكولز والاي جي سكولز والامريكان سكولز وانظمه تعليم مختلفه، حتى وصل بيه الحال انه يسيب ده كله ويقول لا العربي. ايه اللي حصل؟ ايه النقله دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سعيدنا مع حضرتك مره تانية. الله يسعدك. وطالما انك بتسالني انا بعتبر الكلام امانه طبعا. اسال الله انه هو يوفقني ان انا اقول الصدق اللي ممكن يساعد حد تاني انه يستفيد من الكلام ده يا رب. ومش عايز من الكلام ده غير هذا الامر. يعني فكره الدراسه علمتني احط هدف. يعني لو في ميزه واحده انا بقول الاختبارات السنويه فيها ميزه، فكره انها علمتني دايما ان انا احط هدف. لما بتاخر في الدراسه احط هدف ان انا اعرف انجح في الاختبارات. فبقت كل شويه عندي هدف ان انجح، وبعد كده الاقي نفسي بخش في حاجه مماثله تاني، لحد ما بقيت اقول انا محتاج احط اهداف اكبر من كده شويه. فلقيت نفسي بقيت مدرس. والبدايه باني بقيت مدرس نظره في عينين الطلاب. عملنا حاجه في الفرقه الثالثه في كليه التربيه، كتبنا لكل واحد هيشتغل ايه. صدقني ولا واحد كتب ان انا هشتغل مدرس، صدقني. صحيح. لحد ما في التربيه العمليه لقيت نفسي مضطر ان انا اشرح قاعده معينه. شفت نظره الطلاب، عينيهم، لمعه العين. بعد ما فهموا بقيت مدرس. فكانت قضيتي ان انا مش بتاع انجليزي، كانت قضيتي بعد كده ازاي ابقى احسن مدرس في العالم. كان عندي الحلم ده. هل ان انا اكون احسن واحد بشرح انجليزي؟ اعتقد ان انا كنت بعرف كده، بعمل حاجات ان انا ممكن اشرح الازمنه كلها في سنه، ان الطالب بتاعي ما يبقاش محتاج حاجه في الجرامر تاني. اعتقد ان انا بقيت بعد ما اتخرجت بسنه جربوني في اولى ثانويه عامه، بعد شهرين جربوني في ثالثه ثانويه عامه، بعد كده لقيت نفسي بدرس ثالثه ثانوي عامه مدرسه في القليوبيه. انما كان سؤالي ازاي اكون احسن مدرس. عبر سنوات حياتي كنت مفهوم ان انا دوري ايه مع الطالب. انا بدون قسم كنت في الرحلات بطلع تطوع مع الطلاب واطلعهم رحلات، وبدل ما اقعد على الكرسي بتاعي اقعد بالعكس وابص في وشوش الطلاب. انا دوري ايه في الرحله؟ رساله. انا يعني كده يعني اقدر اقول لك ان انا النهارده ممكن اقول ان مهمه المعلم انه يساعد المتعلم بانه يحط قلبه وعقله على طريق ترقي مستمر. ده مستحيل يحصل الا بالعواطف وبالعقل. لا، ومستحيل يحصل الا بالعلم، ومستحيل يحصل في العلم الا لو كان العلم له علاقه بالواقع. مستحيل يحصل الا لو العلم له علاقه بالواقع، سواء العلم التطبيقي او اي علم من العلوم لو له علاقه بالواقع. خلال رحله حياتي لقيت ان التعليم اللي بيحقق الفكره دي التعليم القائم على المفاهيم.
concept Based based education. education. مم. الاول كنا في التعليم المصري من الصفحه للصفحه، يعني تعليم قائم على الموضوعات والمعارف اللي هي الجزر اللي صحيح. ملهاش علاقه ببعض، والطالب اللي بيعرف يجيب اسئله، وهي اقصى حاجه ممكن احنا نرجوها ان احنا نعرف نعلم شويه في بلوم 4 و5. بعد كده دخلنا في التعليم الامريكي اللي ستاندردايزد، اللي هو القائم على المعايير، وبنعرف نقيس وبنعرف نوزع وبنعرف وفهمنا عرفنا يعني ايه محتوى مطابق لمعايير، وعلينا شويه في فهم الصنعه. صحيح. وبعد كده شفنا الاختبارات القياسيه، وبعد كده رحنا للاي جي، وبعد كده رحنا للتعليم القائم على المفاهيم. حقيقه يا دكتور تامر، التعليم القائم على المفاهيم اللي هو خاص بالاي بي، اللي هو الخاص بالاي بي، واللي هو على فكره مش ازمه في مصر بس، لا، انا درست في اوكسفورد، ودرست في هولندا وفي بلجيكا، ودرست في اماكن قويه جدا في العالم، واكد لك ان ازمه التعليم القائم على المفاهيم انه تعليم نوعي جدا. يعني ايه تعليم قائم على المفاهيم؟ يعني ربط المحتوى بالواقع. مش ده يا دكتور اللي حاولوا يعملوه في منهج ديسكفر واكتشف في مصر، اللي هو ربطنا بين الساينس والانجليش والماث ده الانترديسيبليناري. ده حاجه برضو مبدا من مبادئ الاي بي، اللي هو بدل ما ندرس كل ماده كجزيره منعزله، ايه العلاقات البينيه بين المواد. حضرتك عارف ان الطياره بتطير ازاي؟ مزيج من العلوم، صح. يعني الرياضيات مع الفيزياء مع بعض الامور الخاصه بالمعادن واوزان المعادن والسرعه والجاذبيه، القوانين دي كلها في الاخر خلت الطياره. مفيش اختراع بيطلع بتخصص واحد، صح. يعني اي اختراع، اي حاجه قدامنا هتلاقيها مزيج من العلوم. فالفكره كلها ان هم في الاي بي بيحاولوا يقولوا للمدرسين درسوا فيرتيكالي او خططوا فيرتيكالي، يعني جريد 1 مع جريد 2 مع جريد 3 مع جريد 4 في الماده الواحده، عشان يبقى في سيكونس، سكوب وسيكونس. وهاتوا بتوع المواد كلها وخططوا مع بعض عشان نشوف العلاقه البينيه ما بين المواد. الموضوع ده ديماندنج قوي، وعشان كده برضو ان البكالوريا الدوليه كنظام بيتطلب ان المدرسه اللي بتكون بتطلب اعتماد لازم تخصص ميزانيه للتدريب، ميزانيه ضخمه للتدريب طبعا. الميزانيه ديت بتبقى شرط اساسي في الاعتماد. للاسف احيانا برضو المدرس بيروح حافظ، احنا زمان كنا نقول حافظ مش فاهم. ايوه. انما بقى الليفل بتاع الفهم بقى يتخطى يا دكتور تامر بلوم 6. يعني ايه؟ يعني التعليم القائم على المفاهيم يتخطى ان انا اخلي الطالب يبدع. نعم، ازاي يعني؟ تسمح لي إيه؟ اختار ماده اديلك فيها، يعني ممكن اقول لك الدور او علاقتي بالعربي جت من فهمي لطبيعه كل ماده، وعلاقه الماده دي احنا كده هنبتدي ننتقل بقى. نعم. من الانظمه التعليميه. نعم. حضرتك قلت لي دلوقتي الفرق ما بين النظام المصري والنظام بلاش نقول المصري، اي مكان في العالم، من الجلده للجلده، الموضوعات. من المعرفه. نعم صح. والنظام الدولي في النظام الامريكي ونظام الاي بي. نعم. احنا بقى عاوزين نشوف ليه العربي تحديدا. نعم. وليه العربي؟ حضرتك قلت قبل ما نطلع كنت بتتكلم معايا بتقول لي ان العربي هو اللغه المؤهله ان انت من خلالها تقدر تكتسب كل المعارف الاخرى. الله عليك. انا هدي مثال بسيط كده. تمام. احنا لو جينا قلنا في عندنا عجله. العجله ديت لو حد ركبها هيعرف يسوق ويمشي ويتحرك ويبقى فيه سرعه ويبقى حد مستمتع جدا وجميل وتمام التمام. في مخترع اخترعها وفي حد بيركبها وفي حد بيصلحها. تمام. صح كده؟ صحيح. لو قلنا في كاريتا اللي هي اكتر شويه تفاصيل من العجله، تعقيدا، وفي سياره اللي هي بتمشي الاوتومبيل مش بالهورس دريفن، ولحد ما نوصل للطياره. صحيح. اما بنيجي نقول ايه؟ اللغه العربيه صعبه. عاملين بالظبط بنجيب بلوكايه كده في حاجه في التعليم وفي النمو في التعليم اسمها المعيقات الذهنيه للتعلم. حاجه كده بيبقى اسمها ايه؟ ديب سيتد اوبستكلز. بتيجي في المراحل الاوليه تعمل حاجات معينه بالبلدي تكعبل التعليم فيما بعد. تدي مفهوم غلط، تدي مفهوم مشوش، تعمل فوندامنتالز مش متكامله، جزر منعزله. ما تسمعش الولد، ما تديش للولد كل الصواميل اللي بتصنع العربيه، تديها له منقوصه. فده نوع من انواع الايه؟ من انواع الهيردلز، الليرنينج هيردلز اللي بتظهر في المستقبل وبتعمل بلوك كبير كده. فانا لما اجي عايز اغير المفهوم ان انا انظر للغه العربيه، ايوه في لغات كتير جدا. اللغه الانجليزيه هنتكلم عنها، لغه مشهوره معروفه، الناس كتير بتتعلمها بسهوله. واللغه العربيه مشهوره انها صعبه. لا، انا عايز الناس تقول ايه؟ انا ابني ميكانيكي، ميكانيك يعني مهندس بالمناسبه. انا ابني ميكانيكي مهندس،
بيصلح بسكليتة وشاطر جدا فيها، شاطر قوي 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 قوي. وابني التاني مهندس بيصلح طيارة. ايوه، ده هيتعلم في شهرين الشغلانة دي، وده اتعلم في 12 سنة. ممكن ننظر للعقل بتاع الطالب واحنا بنفكر في عقل الميكانيكي الاول والميكانيكي التاني. انا بتكلم هنا على العقل. كمية العلاقات اللي في البسكليتة بقى لها اثر ومفهوم عميق جدا، ان انا اعرف اصلحها واعرف اخترعها واعرف اطورها واعرف اقول العلاقه بين الجنزير والعجله والحجم العجله والاطار الاولاني والثاني والهواء والقصص والتفاصيل اللي في الاخر تخليني اقول العجله ديت اشيل عليها حاجات والعجله ديت سباق. هجيب كل اخرها، هجيب كل اخرها. لكن الابن الثاني عمل شويه ديب ليرنينج فبقى يعرف يصلح الطياره. انا ما بقتش بنظر بقى دلوقتي للعجله انا ولا بنظر للطياره. انا هنظر لعقل المتعلم بعد 12 سنه في المرحله الابتدائيه والاعداديه والثانويه. انا بعد 12 سنه خرجته بيعرف يصلح العجله حلو قوي، وخرجته كمان بقول له ليه ما علمتوش الطياره؟ لا ده لغه صعبه. انا هنا هتكلم على اللغه العربيه كتشانس، كفرصه ان انا اقوي عقل المتعلم، كفرصه ان الماكينه اللي اسمها الانسان، الماكينه بتاعتي اللي اسمها الانسان، اطلعها في الاخر كبرودكت للعالم. المواد كل ماده، الاي بي علمنا ايه يا دكتور تامر؟ علمنا ان انا عندي 8 ديسيبلينز، 8 مواد. كل ماده هي مرتع لمجموعه اهداف محدده بيتقال عليها كده المعايير، الاوبجكتيفز. بيبقوا 4 معايير اساسيه، كل معيار بيبقى له علاقه بالماده نفسها او بالقدرات والمهارات الخاصه بالقرن ال21. يعني الماده هي فرصه، الوقت الاسايند للتيتشر خلال العام هو فرصة للمعلم ده انه يحقق اهداف. نوعين من الاهداف: اهداف خاصة بالمادة، انه يعرف التاريخ، يعرف الازمنة، يعرف العبر اللي في الازمنة، في الاحداث، في الشخصيات، وياخد منها قدوة او ياخد منها عبرة. دي الحاجات الريليفنت، سبجكت ريليفنت. الحاجة التانية حاجات خاصة بمهارات القرن ال21. فبيجي الارت هي مرتع لامور معينة، البي اي مرتع لامور معينة، فرصة، بيئة فيها ممارسات هتتم. اللغة العربية يا دكتور فيها الفرصة إن أنا أطلع عقل المتعلم بالضبط بالضبط بالضبط، عقل ميكانيكي يجيد صناعة بسكليتة أو عقل ميكانيكي يجيد صناعة طيارة أو شيء بينهم. فلما أجي أستصعب اللغة العربية وأعمل مايند سيت لكل الناس كده ده لغة صعبة قصة لحاجة، فبيبقى في مايند سيت فالناس كلها بتهجرها. أنا هديك دليل من الواقع إن اللي بيتمكن من نظام اللغة العربية بيتحول لإنسان مختلف. حضرتك لو جيت في كل علماء الإسلام هات أسمائهم بالكامل، الفارابي، ابن سينا، ابن حيان، ابن الهيثم، الناس العظيمة دي، بغض النظر بقى التهم بتاع ان هم الحادوا او مش الحادوا، لا خلينا في المنطقة بتاعت قوة العقل عندهم. بالزبط. اولا هتلاقيهم كلهم اخترعوا، ثانيا هتلاقيهم كلهم تخصصوا في اكتر من علم، صح. ثالثا هتلاقي ان الانتاج بتاعهم بالعشرات واحيانا بالمئات كتب. لكن هتلاقي حاجة تانية خالص، هتلاقي ان هم بقوا سواء عرب الاصل او مش عرب، هتلاقيهم بقوا اقوياء جدا في اللغة العربية وبقوا اقوياء جدا في الترجمة. ايوه فعلا. معايا حضرتك؟ الاتحاد الاوروبي وغيره من الاتحادات اللي بتدور في المنطقة الخاصة باللغة بيقول ايه؟ بيتكلم عن قوة العقل وعلاقته بالمذر تانج. لا ده دلوقتي حضرتك الايو عامل بوليسي كده ان بالاضافه للغه المذر تانج بتاعتك، اللغه الاصليه بتاعتك، لازم تتعلم لغتين. الانتركونكتدنس بتاعت اللغات مع بعض يا دكتور هي عباره عن ايه؟ عباره عن خلايا في العقل بتتربط بشيء في الواقع وتعبر عنه، يحصل تغيير في الواقع، العقل بيدركه ويعيد التشكيل اللغوي اللي يعبر عنه. لما واحد بيعرف يصف الشيء بلغه غير بلغتين غير بثلاثه، قوه العقل. أنا هنا مش بتكلم على فكرة إن أنا أعرف الرياضيات، أنا مع اللي بيحب الرياضيات جدا، أنا مع اللي بيحب الإنجليزي جدا، أنا مع اللي بيحب المواد كلها جدا. لكن العربي على مستوى الصوت له 3 طبقات. هتقول لي طبقة الحرف مع الحرف، بعد كده طبقة البناء اللي مش على نهاية الكلمة، اللي هي أكلة غير أكلة. صحيح. معايا حضرتك؟ يبقى التشكيل ده طبقة تانية، ده مش موجود في الإنجليزي. الطبقة الثالثة طبقة الإعراب، يأكل غير يأكل غير يأكل. صحيح صحيح. فكرة إن أنا وأنا هقول دي أو دي أو دي لازم أكون عارف في الواقع دي معناها إيه ودي معناها إيه ودي معناها إيه.
فبقى عندي ادراك كامل للواقع. معايا حضرتك؟ اذا انا مدرك للمعنى، مدرك للاختلاف بين دي ودي ودي في الواقع، فبعبر عنه. شايف البروسيسنج؟ انما يخشى الله. احسنت. يبقى هنا ينفع اشكل بدون ما اكون عارف يعني ايه العلماء ويعني ايه الله. صحيح. يا سلام. فلازم معرفه المعنى الاصلي. طيب يبقى ده مش كل معنى هو نور للحياه. يعني هي اجمالي الحياه ايه؟ معاني وعلاقات بين المعاني بتعمل افكار، وبعد كده بشوف الافكار دي بتعمل ايه، بترسي على مفاهيم وقناعات. بعد القناعات بيجي التوجه العام، بعد التوجه العام بيجي السلوك. فيبقى تخيل لو انا مقطوع العلاقه بالواقع، او ادرك في ميسكونسبشنز للمعاني اللي في الواقع. طب لا، خليني بقيت لغتي بقت تمكنني من اني اعرف الواقع، وشوف الحته الجايه دي، واعرف المختلف بين المتشابه في الواقع. يعني في متشابه. اديني مثال مثلا لمعنى كرة اللغه العربيه، ولكن مثلا كلمه الكرم. خليني اختار لك مثال هيعجبك. كلمه كرة عين. كرة. حد يقول لك ايه؟ ربنا يجعلك ايه؟ ربنا يكر عينك بايه؟ بولادك. صح كده؟ وممكن يقول لك ايه؟ ده كرة عين ابوه. اذا الكلمه ديت ممكن اصفك بيها، وممكن اصف بيها مين؟ ابنك. صحيح. انت عارف لو وصفت بيها ابنك بقى معناه مصدر للسرور. مصدر للايه؟ للسرور. في بعض الابهات بيبقى عندهم طفل بيبص له، واول ما يبص له ما يبقاش بيعمل اي حاجه غير انه باصص له بيبتسم، مش عارف يشيل عينه من عليه. اي حاجه بيعملها باصص له وهو بيبتسم. مصدر سرور. القلب اتمسك. طبعا بعد الحته دي هنعرف بسهوله، نعرف مين من ولادك اللي بيمسك قلبك. خلاص انت اول ما بتشوفه مسكك. لما فرعون قال كرة، لما في القرآن قال كرة عين لي، مش فرعون كان بيموت الناس كلها؟ الأولاد كلهم. ايه السلاح الوحيد اللي ينجي سيدنا موسى من فرعون؟ ان فرعون يبص له ما يقدرش يقتله. نقطة ضعف. فرعون يبص له ما يقدرش يموت. يعني انت مركز حضرتك؟ شوف اللفظة. انا من اللفظة دي عرفت السلاح اللي ربنا استخدمه ضد فرعون اللي ما كانش حد طيب لما في نفس القرآن قال كلي واشربي وقري عينا، ربنا ادالها الامر. هل ينفع انها ما تقرش؟ لا، ادالها الامر. قبل الامر كانت بتقول ايه؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الفكره هنا انا عايزك تشوف علاقه اللغه بالمعنى اللي لسه قايلينه. انت تقدر تشوف الحاله بتاعتها. لا، ده هي كانت عايزه تموت وتتنسي ونسيانها يتنسي. يعني ليه بقى؟ ما كان ابوك امرئ سوء وما كانت امك. يعني انت عارف الناس دي فارق عندها المعاني دي قوي. يعني هي يعني ايه؟ لم يتم وصف امرأة بهذا الجمال والعفة كما وصفت ستنا مريم. طب نبص بقى على الحتة هنا. تتوقع وهي داخلة عليهم تحمله، اول ما يقولوا لها ما كان ابوك وما كانت امك وتبص لهم، هل تتوقع انها تستطيع ان تصمد؟ لا تستطيع ان تصمد، هتقع. طب ولو وقعت يبقى اثبتت على نفسها الجريمه. صحيح. ايه العلاج بتاعها؟ العلاج بتاعها 3 حاجات. هات علماء النفس يفكروا كده. اول حاجه قري عينا. فلما تقر تخش تحمله في ثبات وتحطه وتبدا تبص لهم وتبص له وما تتكلمش، بس عينها تيجي عليه. هل عينها لو جت عليه وهي مخطئه هيكون لها مصدر سعاده ولا مصدر حزن؟ مصدر حزن. انما لما بتبص له وهو مصدر تعاسه هتعمل ايه؟ سعاده. هتعمل ايه؟ هتبتسم. اللي قاعد يبص لها، اللي بيتهمها بالحاجه اللي هي بكده بالجريمه، قاعد يشوف حلها. هي ما بتتكلمش، هي ما اتكلمتش، هي اشارت اليه. اذا بقى حلها هو الذي يتحدث، فهو هيتكلم. فانا لو قاعد من الجمهور هعمل ايه؟ هبص له واسمعه وابص لها، هبص له وابص لها. فلما ببص لها بلاقي ايه؟ حالها اللي ظهر لي من كلمه ايه؟ قري عينا. فوالله ما هذا حال زانيه. صح. يبقى ده هنا السيتويشن اللي الناس في الزمن ده ازاي القرآن يصور بألفاظ معينة. خلي بالك من كلمة يصور دي. طبعا. الكاميرا دي بتصور. تصوير طبعا. أي لغة تقدر تصور بهذا الوضع. أي لغة تقدر تقول مكرن مفرن مقبل مدبر معا. الكلمة دي أنا زي أي واحد. البيت الشعر ده كان مدعاة للسخرية في يوم من الأيام. كوميديا. لما قعد مع خيال واحد
عاشق للخيل العربي، فكان بيحكي لي ازاي المسلمين بيفوزوا في الحروب. فيقول لي المسلم بيجي من غير سلاح من غير دروع، الرومي بيجي مدجج، الحصان بتاعه تقيل. فبيقول ايه بقى، على ما الرومي بيتلفت بيكون الحصان لف حواليه وغير اتجاهه، وفي لحظات معينة مش عارف هو الحصان ماشي كده ولا ماشي كده، فكان بيرتبك، فكان الفارس بيموت الرومي في هذا الموقف. وهو بيحكي لي بيتكلمني عن سرعة الحصان، وسرعة تغيير الاتجاه، ولحظة التغيير اللي بتربك الناظر هو راح لقدام ولا رجع لورا. ازاي لغة تصورها؟ فقال لك مكرن مفرن، مقبل مدبر معا. شوف كلمة ازاي المنطق يجي ازاي. الادفرب بيبقى معا. مستحيل حد يفهم دي الا لو عارف ان في طبيعة الحصان العربي الحركة دي، لان ده ضد المنطق. لكن اعجاز الحصان بيعرف يعمل الحركة دي. ولازم امرئ القيس، فلازم يكون خيال. بقول لك كجلمود صخر، الصخرة اللي نازلة من عالم دي حد بيعرف يتوقع راح فين؟ لا. اتجاهها. هو ده السلاح اللي كان الحصان العربي بيعمله او الفرس العربي بيعمله. فكان العرب الواحد الفارس العربي بيموت عشرات. طب ازاي تكون اللغة العربية يعني الخطوة البداية؟ انا ولي امر اهو بقول لحضرتك، انا عجبني جدا الكلام اللي انت بتقوله، وحسيت قد ايه اللغة العربية لغة ثرية، وان هي فعلا اقوى من اي لغة تانية، وان هي فيها معاني وفيها عمق شديد. بيان. بيان. يبقى يبقى الحياة معاني. ايوه يبقى لازم. يبقى انا لازم اعلم ولادي، وازاي اعلمهم صح. نعم. او اعلمهم ليه لازم اعلمهم اللغة العربية، وازاي اعلمهم اللغة العربية. الله عليك. بص يا فندم، ليه اللغة العربية العقل؟ فلازم تبدأ بدري بعقل ابنك. لازم مادة واحدة على الأقل في حياة، مادة على الأقل مادة على الأقل في الثمان مواد اللي ابنك بيدرسهم يحقق فيهم يبلوم 6 يتخطى للمفاهيم. طب ما فيش. إذا ما فيش، لو ابن حضرتك بيدرس في أي مكان في العالم أو في أي مدرسة في العالم، طاقة العقل عند ابن حضرتك أعلى من التغذية اللي بتديها له. ديت كده، خد المعلومة دي. طاقة العقل علشان توصل صح عند ابن حضرتك لازم تتخطى بلوم 6. بلوم 6 يعني الإبداع. ديت رقم 1. طب وليه ما بنحققش الإبداع في المناهج بتاعتنا؟ مش أنا اللي بقول، الريسيرش اللي بيقول. الأوفر ليرنينج، المواضيع كتيرة جدا، السطحية في تناول كل موضوع، في لاك إن الطالب ياخد وقته إنه يغلط، في لاك. أنا هقول لك على حاجة غريبة جدا، العلم أثبت، عارف لما بقول لك سيب المعلومات تخمر، مش إحنا بنقول الألفاظ دي ساعات كده؟ أيوة. سيب الفكرة تخمر في رأس العلم كده. لازم بعد ما الولد ياخد الموضوع وياخد فرصة إنه يغلط ويفكر، ما تديلوش موضوع تاني، تسيب الموضوع ينمو يكبر، تديله أسئلة وفرصة أخطأ الولد في الأسئلة والتفكير ويجيت انفولفد. ده مهم جدا. لو جيت تفكر أعمل كده في إيه، هتلاقي إن المواد كلها بتتزارع وبتتزاحم. فلازم يكون في مادة. المادة اللي أنت هتختارها في الآخر محتاجة يكون فيها ناس متخصصين واصلين لبلوم 6. في الشرق الأوسط قليل جدا. عربي وإنجليزي. عربي وإنجليزي. ممكن الارت بس مش متفعله المناهج بتاعتها. صحيح. نختصر الكلام، اللغه العربيه هي الفرصه. طيب وانا جايب اللغه العربيه، هل انا جايبها عشان ما فيش غيرها؟ لا. اللغه العربيه في القران اتقال ايتين في القران الكريم لعلهم يعقلون. ان انزلناه قرانا عربيا لعلهم يعقلون. هل يعقلون هنا معناها يفهمون، ولا في كل مره هيقرا القران هيفهم اكتر فعقله هيكبر اكتر، يدرك المعاني اللي اتكلمنا عنها فعقله الكاباسيتي. ذي القرنين كان عنده العلم السببي. العلم السببي اللي هو التطبيقي والقضاء. والعلم الثاني بتاع الخضر، انا هتكلم على السببي اللي احنا بنعلمه لاولادنا. التطبيقي اللي هو الكيمستري، الفيزيكس، الرياضيات، ده التطبيقي اللي هو عمل بيه السد. يا سلام عليك. الثاني اللي هو انهي علم؟ اللي هو القضاء، اللي هو المعنوي. اللي هو بيبقى محتاج ان انا بأدرك المعاني، ادرك اثر الممارسات والمعاملات والنفس بتفكر ازاي. قصة عميقة. احنا حظنا ان احنا عندنا مكتبة عربية. كلمة مكتبة عربية يعني كل لغة لها مكتبة. يعني ايه مكتبة؟ لها كتب كتبت بهذه اللغة. احنا الارث اللي مكتوب عندنا باللغة العربية مكتبة ضخمة. المكتبة ديت لو انت ابن حضرتك عمل هوك في اللغة العربية بدري، ابن حضرتك مساره هيبقى عقلاني طول عمره. هيبقى خلاص هو بقى يتاتش certain level of enjoyment of pleasure. حتة معينة في العقل، في تويست.
عارف حضرتك انت حضرتك اركب. عاوز تقول ان انا لو اهتميت بتعليم اللغه العربيه بعمق لابني في اعمار متقدمه، اللي هو في سن الصغير الاوليه، نعم. الاوليه، ابني نفسه عقله هينمو وهيبقى ده الطريقه اللي بيفكر بيها او بيتعلم بيها كافه العلوم الاخرى. الله عليك. كده حضرتك انا سعيد جدا ان حضرتك، انا مش عايز اقول اللي هو الفكر التربوي اللي عند حضرتك بتكمل المعنى. هو ده الدور بين في الحوار. حوار انا بفكر، انت بتدفعني للتفكير، بتدفعني للتحدي. بشكرك، يعني اسال الله لك التوفيق. اللهم امين. ارجع تاني اللي انا اقوله ده بالظبط. لو في حاجه واحده انا عايز اقولها، دكتور تامر، انا ولادي كانوا في مدرسه انترناشونال، انا زوجتي كان لها اهتمامات معينه، انا زوجتي النهارده داخله كليه رابعه دار علوم، انا كل مشروع اشتغلت فيه في حياتي انا اكبر منه. اللغه العربيه انا عباره عن حاجه صغيره فيها، وبقيت بقول انا اللغه العربيه لعل ربنا يستخدمني ويستخدم من بعدي اجيال، اما المعلمين والمعلمات اللي هعلمهم او اولادي، علشان يقعدوا بس احنا عندنا كنز وبحر مضمون النتيجه، مضمون امن النتيجه. الاي اي راعب الدنيا كلها، راعب الدنيا كلها. انما انا في المنطقه الامنه من الاي اي، انا في المنطقه بتاعه اللغه العربيه، في المنطقه بتاعه اللا نهايه في المعنى. انا عندي في المنطقه بتاعه الارث العربي. انا عندي مقوله اتعلمتها دكتور تامر، بقول ان اللغه العربيه بالمكتبه العربيه بالكتاب المضمون اللي هو الكتاب اللي هو المصحف اللي هو القرآن، ان الانسان ممكن يقيم حضاره في نفسه. يعني في كل الحضارات انت محتاج تكون متحضر في مكان متحضر في دولة متحضرة. اللغة العربية بالعقل وبالمخزون بتاعها يمكن أن يكون الإنسان في أي مكان مع مجموعة من الكتب المختارة، وهذا الإنسان في غنى تام عن كل شواغل الحياة. بل أن البعض ممكن يصل به الأمر أن يهرب ببعض الكتب إلى بعض الأماكن لكي يخلو بنفسه مع تلك الكنوز. طيب الكلام ده قد يكون مفهوم للبعض. انا دوري كتربوي مش هقول الكلام ده، انا دوري كتربوي اقول انا محتاج لكل ولي امر، ابنك له حق انك تعمل على عقله، والتربوي مسؤول انه يجيب على سؤال ايه الماده اللي ممكن تساعدني وتساعد ابني على هذا الامر. طب معلش انا اسال سؤال. اتفضل يا دكتور. ازاي هنعلم العربي صح بالكونسبت بيست اديوكيشن؟ انا ولي الامر دلوقتي خلاص، هو دلوقتي احنا عملنا يعني خلاص رفعنا ويريزد فلاج، خلاص دلوقتي والاويرنس عنده موجود، والاهميه تعليم اللغه موجود، وخلاص عرف الاحتياج ان هو عشان خاطر لو تعلم بعمق اللغه في سن متقدم هيبقى عنده نفس النمط ده في باقي العلوم. طب يعني ايه التعليم المبني على المفاهيم في اللغه العربيه؟ ان هو ده الطريقه المثلى لتعليم اللغه العربيه، واللي ده خلينا نتفق انه مش هو ده اللي بيطبق الان في مدارسنا. هقول حاجتين بسرعه. السبب انه ما بيتطبقش ان مفيش مكان واحد على وجه الكره الارضيه يقدر يقول احنا عندنا في اللغه العربيه اطار بنيوي زي ما اللغه الانجليزيه فيها الاطار البنيوي. كده هنرجع بقى للاستفاده من الانجليزي اللي من الانظمه التعليميه. صحيح. نعم. يبقى انا يعني ايه، يعني كل المتخصصين في التعليم الامريكي عارفين الكومن كور. طبعا الكومن كور ستاندرز وغيرها من الستاندرز الخاصه بالولايات الاخرى، ديت كلها حاجات في الاخر بتمكن ان المتعلم الاجنبي للغه الانجليزيه يتقنها زي اهلها. وده بيحصل، وكلنا عارفين نماذج انها بتوصل في اللغه الانجليزيه لدرجات متقدمه جدا. صحيح. في اللغه العربيه ما فيش ده، وفي دول بتصرف فلوس كتيره جدا وما طلعتش اطار بنيوي. وصدقني اذا ربنا كتب الفيديو ده ان حد يشوفه، اتمنى اسال الله ان حد يقول احنا عندنا في دوله كذا اطار بنيوي. ما حدش، يعني ما فيش. يعني ايه اطار بنيوي؟ انا هقول لحضرتك على حاجه عشان بس الناس الاطار البنيوي هنقولها بسهوله شديده جدا جدا جدا. انا بعمل منهج اولى ابتدائي، ثانيه ابتدائي، ثالثه ابتدائي، رابعه ابتدائي، والام بتعلم بنتها في البيت، ومدرس البي اي بيعلم في الجيم الولد يعمل حاجات صح. هل المدرس في الجيم ينفع يخلي الولد يرفع 50 كيلو قبل ما يتعلم حاجات قبل كده؟ لا طبعا. هل ممكن يخش على طول من غير ما يعمل استرتشات؟ لا طبعا. تمام. اذا عشان دي حاجه ملموسه لازم ياخدها سنه سنه. الام ما ينفعش، مستحيل تعلم بنتها المحشي مره واحده صح. فبتعمل ايه؟ بتعرفها الخطوات واحده واحده لحد ما البنت دي، فبدون ما نفكر كده اذا في الاخر البنت عرفت تعمل المحشي لوحدها خلاص هي مشيت خطوه خطوه لحد ما عرفت خصائص كل مكون والتوقيت بتاعه ودرجه السوا بتاعته وعلاقاتها مع بعض لحد ما عرفت تطلع في الاخر الطبق اللي بناكله صح كده. يبقى في المواد محتاجين البنيويه في التدرج ومحتاجين كده. اللغه العربيه ما فيش فيها الكلام ده.
اللغه العربيه ما فيش فيها الكلام ده. في دول عندها محاولات مترجمه من الكومن كور، في دول عندها في وزاراتها حاجات جيده جدا جدا جدا، لكن مش مترجمه صح في الممارسات في الكتب، لان مرفهين قوي، فبيكون الممارسات خفيفه قوي عشان الطلبه متسطحه، مش تعليم عميق. طيب وبالتالي ده السبب اللي فوق خالص. طيب لو بقى في اطار بنيوي هيبقى في محتوى تمام، المعلم هتتبني لغته تمام. الاطار البنيوي هو سر ان المعلم كمان لغته مش قويه. دي حقيقه معايا حضرتك؟ فده السبب الكبير. انا الحاجه الثانيه اللي هقولها، السلام عليكم، وانا بدرس الالف درس ابني كلمه مناسبه للالف فبنديله السلام عليكم، صح؟ طيب لو انا رحت انا جاي عايز اخلي ده الدرس ده بدل ما هو مرتبط بالالف والسلام والسلام عليكم واجيب اتنين بيسلموا بعض، ليه انا ما اروحش جايب مجموعه صور، واحد بيبتسم بيبص لحضرتك، 50 واحد بيعملوا نفس، واقول لك ايه المشترك في الصور، فتقول لي مبتسمين رافعين ايديهم بيحترموني. فاقول له بيقولوا السلام، هقول له انت عارف السلام معناها ايه؟ يقول لي معناها ايه؟ اقول له معناها خلو القلب من الافات والاحقاد والامراض. فبعد كده اقول له ينفع اقول للواحد السلام عليكم السلام بتاع ربنا، ينفع اعمل كده؟ هنا ده بيحصل في الواقع، صح؟ لكن التعليم القائم على المفاهيم علمه ان ايه؟ ان ده لا يتسق فكريا مع كلمه السلام عليكم. يبقى انا عملت اللغه العربيه بتتمتع بهذه القوه، العلاقه السلوكيه والانفعاليه الداخليه الواقعيه الحقيقيه مع اللفظ. الله معايا؟ وبالتالي لو الولد بقى يتعلم اللغه العربيه، قلت من شويه حضاره في نفسه، حضاره في نفسه، فلن يضر ان واحد راح جاي قايل له السلام عليكم السلام، على طول اتعرف ان الراجل ده حافظ مش فاهم. صحيح. معايا حضرتك؟ قيس على كده في اللغه العربيه، قيس على كده لما اجي نقول لك اتق الله، لو الكلمه دي مدلولها العميق مرتبط بالسلوك عندك هتتقي الله. انما لو مرتبطه انا ما بتقيش ربنا مش هزعل، فهيبقى انما المفهوم السطحي المشوش اللي احنا سميناه ليرنينج هيردلز ده بيعمل ايه؟ انت بتشتم اقول لك اتق الله، انا شايفني ما بتقيش ربنا، مش ده اللي بيحصل؟ صحيح. يبقى العلاقه السطحيه باللغه بتخليني استخدم اللغه دليل على نفسي وحجه على نفسي للعاقل. طيب اللي بياخد اللغه بشكل عميق عاقل يعني فاهم، يعني بتقول له الكلمه ايوه صح. يحكى ان في الاثر كل حد خبط في حد قال له انت هل انت حمار؟ فهو رد عليه وبس قال له لا. فحد بيقول له ده شتمك، قال له لا هو سالني سؤال. فالعاقل مرتاح. ايوه العاقل بيقرا امور بيتعرف على معاني. حاجه اخيره يا دكتور، العاقل لما بيقرا الكتب بيعي المعاني التي لم يصل لها، فعقله بيكون فيه تشالنج دايما انه يشوف معاني ما وراء هذا. لو عندنا في حضاره مجموعه كتاب عقلاء جدا يبقى احنا مستمتعين بما كتبوا العقلاء، صح؟ فبقرا الادب بفهم بستمتع، بعرف قصص واخبار وحاجات وتفاصيل، والتصوير بحسب قوه الكاتب وقوه عقلي في الاستدلال واني اشوف والتخيل، فبيقوى العقل فبرى من وراء الحجب. لكن احنا عندنا ليفل من اللغه اللي كاتبه ربنا، الليفل ده مهما ادرك ما وراء الحجب ما زال في مزيد. لو انا قاعد اقرا كتاب لشكسبير هستمتع، تشوسر هستمتع، الادب الروسي هستمتع، لكن في النهايه بس الليفل معين وخلاص. بشر. صحيح. ساعات بيقول لك خيال مؤلف، وساعات بيبقى الخيال المؤلف ده ساعات بيبقى مغلوط، وساعات بيبقى مغرض، وساعات بيبقى في سر، صح؟ انما انا محتاج كتاب امن مهما ابحر فيه عاقل، مفيش تناقض مفيش باطل، يبقى مرجعيه اقيس عليها كل القراءات والكتب التانية. ويبقى مهما اتعمق فيه ده يزيد، لكن ما جيبش نهايه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات رب، يعني المعاني لو كتبت. وهنا اسمح لي اقول حاجه ظريفه هتعجبك قوي. كان ينفع يكتب القرآن بصفحات تصل لمعانيه. هل الإعجاز إن أنا أفسره، ولا الإعجاز إن أنا أكتبه بلغة فيها هندسة لغوية؟ وأنا مصر أستخدم اللفظة دي. هندسة لغوية، لما تقرأ بالترتيب له معنى، لما تقرأ بالصور له معنى، لما تجيب الأحداث وتشوف ترتيبها له معنى، لما ترجع لإشارات معينة لها معنى، وأسرار وأسرار وأسرار. وبتلك الصفحات إيه اللي يحصل؟ يسهل حفظه. فمن أيام سيدنا محمد إلى قيام الدين الناس بتحفظه.
بتحصل حاجات في حياتك فأنت بترسخ في هذا العلم، أحداث حولك، العقل بيشتغل بطريقة بتتحكم فيها وبطريقة فوق إرادتك وتوجيهك. فبتلاقي نفسك في الموقف المعين من كتر الرسوخ لهذه الآيات تأتي لك الآية المناسبة بمعناها المناسب وتروح قايله لك ده الهدى. يبقى المعجزة فين؟ إن كلام الله يكون عشان يكون صالح لكل زمان ولكل مكان يتكتب بلغة مبينة قادرة على استيعاب المعاني للماضي والحاضر في أطراف الأرض في كل التفاصيل ويسهل حفظها. والعقل ده يتخلق بآلية معينة ويعرف لغة معينة فيعيش الفرد ما بين أنه بيقول الآيات وما بين حياته والمعاني اللي عايش فيها. فالمعنى والهم ينادي الآية، فيبقى كلام الله محمول والإنسان مش محتاج من تفاسيره إلا ما يستوجبه السؤال للعالم أو الحاجة للشخص اللي بيعاني من المشكلة. إزاي إن أنا أقول العلاقة بيني وبين الكتاب ده إنه يبقى محطوط في العربية أو اسمعه 5 دقايق الصبح؟ بصوا على الوظائف العليا، المذيع، القائد، الرائد، محتاج لسان. لو حضرتك عملت إعلان وجالك 200 ولد و200 بنت وقفتهم هتدي درجة وهم ساكتين، بطلب من كل واحد يتكلم وأكد لك الدرجات هتختلف صعودا، ملهاش علاقة بالشكل، ملهاش علاقة بالشكل. يقال إن أنت عشان تبقى كول تتكلم إنجليزي صح بس تنطق بليفل معين وتسبك يعني تقول الصياغة بشكل معين. إن عملت ده في العربي هتبقى جميل، هتبقى وسيم. خش حضرتك على النت، خلي بعض الناس شوف الفيديوهات اللي البنات بتقول شعر واللي الأولاد بتتكلم بلغة، اتفرج على الشكل وانت قافل الصوت، شغل الصوت، هتفاجأ إن جمال البنت تضاعف وجاذبية الولد تضاعفت، بس يكون بيتكلم نفس الليفل العاقل. صحيح. إنما ما تقارنش مستوى متقدم جدا من اللغة الإنجليزية بحد بيتهته صح باللغة العربية. لو حد استطاع إنه يحط الكلمات وفق منطقها هيعرف الفرق ما بين ذهب أحمد وأحمد ذهب. 3/4 المدرسين هيقول لك دي غير دي. طب تعرف تحققها؟ تعرف تبين الفرق؟ تعرف تنقل ده للولد؟ فاللغة العربية كونها إن كتير من الناس فاتهم الحظ إن ياخدوا من الكنز ده مش معناها إن هي اللي ضعيفة، لا 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 لا، الناس ديت هي اللي فاتها ده. إنما برجع وأقول لحضرتك أنا راجل تربوي، بقى حلم حياتي كالآتي: أعمل على سد الحاجة، توفير المكان اللي يسد الحاجة، وأتحول لدارس اللغة العربية وعلومها. في طلب العلم متعة، لو علمها الملوك لحاربونا عليها بالسيف. ده كلام مين؟ كلام كل العلماء اللي بالفعل استمتعوا بمتعة العقل في تذوق المعاني والمعاني الحكمية اللي هي الحكمة والآيات الربانية. فكنز يا دكتور تامر. الله يعني النهاردة استمتعنا والقعدة مع الدكتور نور يعني لا تمل. فيعني عاوزين مرة ومرة إن شاء الله نقعد نتكلم في كل حاجة من دي بالتفصيل، ولكن النهاردة طلعنا ملخص النهاردة هو إن اللغة العربية مؤهلة وبشدة لأنها لغة من عند الله عز وجل، ولأنها لها مرجع ثابت غير مختلف عليه، ولأنها هي اللغة المؤهلة إن هي تكون العلم أو المنبع اللي من خلاله ولي الأمر لو حب إن هو ابنه يكون ذو عقل يمكنه من إن هو يتبوأ أفضل الوظائف ويصل بعمق إلى أعلى المناصب، ويكون دكتور مميز أو مهندس مميز أو أيا كان تخصصه، ويكون فيه مميز ومبدع ومبتكر، إنه لازم يأسسه عقليا. وهي اللغة العربية حسب كلام الدكتور نور هي اللغة المؤهلة إن أنت تبدأ بيها كأساس للتأسيس العقلي، لتأسيس قدرة ابنك على التفكير بعمق باستخدام الكونسبت بيزد إديوكيشن أو التعليم المبني على المفاهيم. نقدر من خلال ده في السن المبكر للطالب أو للطفل إن احنا ننمي عقله ونخلق عنده
قدرة على التذوق، وقدرة على التفكير بشكل معين، وقدرة على انه عنده مستوى معين يعني لا يرضى عن اقل منه في تعلمه لاي علم من العلوم الاخرى. فلو انا قدرت اوصل للتعليم او التعلم العميق ده في السن المبكر ده للغة العربية، فاذا انا اقدر انتقل بقى من او مع اللغة العربية الى كافة العلوم. فده اللي حاول الدكتور نور يقوله لنا النهارده ويوصله لنا من خلال البودكاست اللي كنا عملناه معاكم النهارده، واللي ان شاء الله يتبعوا باذن الله بودكاست اخرى، حلقات اخرى مع الدكتور نور معروف، عشان ننهل من علمه الغزير الوفير العميق. هي حلقة يعني دسمة جدا جدا، مليانة معلومات كعادة دكتور نور معروف. دايما بيحاول ان هو يعرج على نقاط اخرى. محتاجين منكم تركزوا معانا كويس جدا وانتوا بتتفرجوا على البودكاست، وترجعوا تتفرجوا عليه مرات ومرات. كل مرة زي اللغة العربية، ما كل مرة هنقرأها هنتعلم منها معنى مغاير او معنى اعمق. كل مره هتتفرجوا على البودكاست وعلى الحلقه دي برضه هتطلعوا منها بمعاني اخرى اللي قصده دكتور نور معروف. بشكرك يا دكتور على الحلقه، وبشكرك على كم الفايده والاستفاده والعلم اللي انا دايما يعني بستفيد منه مع كل جلسه من حضرتك. فجزاكم الله كل خير، وارجو ان حضرتك تعيدنا بجلسات اخرى ان شاء الله. اتشرف بده يا دكتور. نشكركم، وان شاء الله نشوفكم بودكاست جديد من Ediverse Talks.